ورا كل نجاح في دماغ بتخطط وتفكر، في بيبان مقفولة بتتكسر، وفي شقيانة وبتحفر، وفي عين ما نامتش. ورا كل نجاح في صوت بيشجع وبيهتف، في دراع عكس الموج بيقدف، وفي ناس بتوعد ولا تخلف. وعدتكم ووعدت نفسي ان شاء الله الفترة الجاية يبقى فيها تغييرات، وان انا التغييرات اللي كنت ناوية اعملها بما انها صعبة عليا الفترة دي ان انا اعملها، فعلى الاقل ان انا هغير اي حاجة في البيت او في الشقة عامة عشان انتوا كمان تحسوا بالتغيير وانا احس بالتغيير. وده اللي هيحصل في الفترة اللي جاية، وتغييرات ملحوظة هتشوفوها معايا. تعالوا كده نشوف النهاردة هنعمل ايه، وتعالوا ندخل على الفيديو ونقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وأحسن حال. وحشتوني من آخر فيديو نزلته معاكم، بتوحشوني كل لحظة وكل ثانية. فأنا لو طول أنزل في الفيديو يعني في اليوم فيديو 2 و3 أقسم بالله ما هتأخر. سيبكم انتوا من ان انا هسحب في باقة النت وكل شوية هشحن والكلام ده فداكوا. بس الفكرة في ايه؟ ان انتوا عارفين الفيديوهات دي تصويرها صعب ومونتاجها أصعب، فمعلش هنستحمل وهنصبر كده ان احنا ننزل كل يوم فيديو بإذن الله تعالى. النهارده قررت اعمل ايه؟ بصوا اللهم صل على سيدنا النبي. طبعا انا كنت ناويه ان انا اعمل شويه تعديلات كتار وكبار ويعني صعبين فكأن ربنا سبحانه وتعالى عطل الموضوع علشان ايه؟ يعني اخد هدنه كده وهدى، لان انا فعلا يعني شغل ورا بعضيه طحن 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 كده، اللي هو خلاص استهلكت نفسيا وجسديا. فكأن ربنا بيديني هدنه كده، إيه ان انا اهدى كده واخد نفسي واصبر كده شويه، ولعله خير، كل تأخير وفاه خير. فقررت ان انا اعمل المتاح في ايدي. يمكن مش متاح في ايدي دلوقتي ان انا اكسر واهد وابني واعمل واجيب سباكة ومش عارفة ايه، وارجع للحوارات اللي هي كنت بعملها، التعديلات الشاقة المتعبة دي. فاهمين انتوا؟ عارفين انتوا عشتوا معايا الاجواء دي. فيمكن ربنا ما رضش لي ان انا اعمل كده، يمكن قلة الامكانيات الفترة دي خلتني اجلت الموضوع. لكن في ايدي ان انا اعمل تغييرات بسيطة تكلفة على قد ايدي، بس بجد هتفرق في نفسيتي انا، وهتفرق في نفسيتكم انتوا كمتابعين ليا واخوات ليا، وهتغير في شكل الشقة. انا واحده يا جماعه شخصيتي مبنيه على التغيير في كل حاجه، فحتى في بيتي ما بحبش الروتين، ما بحبش الملل، ما بحبش ان انا افضل اللي هو حياتي كل يوم بتتكرر على نفس النهج، اللي هو يوم طبيخ غسيل تحضير اكل تنظيف مش عارفه ايه، هو ده نفس الروتين اليومي. لا، لازم كده كل فتره اغير حاجه. عند عمتي في السطوح تحت فوق، اغير اضعف الايمان خالص، اغير في الشقه. يعني ان انا اشيل الصالون احط مكان الانتريه، احوش الانتريه احط مكان الصالون، انقل في اوضه الاولاد كده يعني. فدي شخصيتي والله غصب عني، بس فعلا يمكن التغييرات بعملها زي ما قلت لكم عشان احلي البيت في عينيا، عشان احلي الشقه في عينيا، عشان انا من النوع اللي برضى بالحياه المتاحه واللي ربنا يقسمها ليا في الفتره الحاليه، فعشان ارضى بيها واحبها بحليها في عيني. تمام. فانا قررت النهارده ان انا اعمل معاكم تغيير ان شاء الله باذن الله يعجبكم، وهي ان احنا هنغير الحيطه الخضراء هي اخدت لقب كده الحيطه الخضراء، كل اللي دخلوا طالع يقول الحيطه الخضراء. طبعا الناس اللي مش فاهمه الحيطه دي ايه، ايه معناها وايه لازمتها، وليه كده في النص كده وانا داخل من باب الشقه كده الاقي قصادي حيطه فيها سيراميك وفيها شباك. فده طبعا لان انتوا اول مره تدخلي معايا القناه، لكن انتوا لو متابعيني اللي معايا من سنين السنين هتعرفوا كل حاجه، لان انا متابعيني اصحاب بيت فهم حافظين بيتي اكتر مني. عموما هقول لكم كده نبذه سريعه عن الموضوع. بصوا يا جماعه الخير، انا كانت شقتي فيها تعديلات حصلت كبيرة، مهما اشرحها مش زي ما تشوفوا الفيديوهات. فانتوا خدوا سيرش كده في القناة هتشوفوا التغييرات وهتشوفوا خطوات كلها. بس انا اقول لكم ان المكان اللي انا واقفة فيه ده اعزكم الله يعني كان حمام. تمام. فانا لغيته وعملته ممر يوصل الشقة بتاعتي بأوضة كانت بره الشقة، فانا عملت تغييرات وتكسيرات وحوار كبير خالص. المهم ان فضلت معايا من بواقي الحمام اعزكم الله اللي كان موجود الحيطة دي، يعني السيراميك ده كان سيراميك الحمام بتاعي. فالمهم ايه، الحيطة كان الحمام أعزكم الله كان فيه شباك على الشارع بتاعنا. فلما جينا عملنا التكسيرات والكلام ده كله اتبقى معانا الحيطة دي، كانت السباكة بتاعة الحمام كانت سباكة قديمة وكانت مواسير متهالكة وقديمة، فتقريبا كده رشحت في الحيطان، فالحيطان كانت ضيقة خالص متهالكة. فاللي اشتغلوا عندنا يعني فقالوا لنا ايه، ان احنا لو جينا كسرنا السيراميك ده الحيطة ممكن كلها تقع.
تمام، فالسيراميك بمثابة حماية للحيطة، فسابوه لنا، والشباك نفس الموضوع. فقلت خلاص الشباك نستعمله للتهوية كده يعني تهوية وإضاءة كده، لكن السيراميك ما كانش ماشي خالص، كان شاذ كده في النص. جملته وحليته في عينيا وحطيت زرع كده وحطيت شوية حاجات كده، بس برضو هيبقى يعني سيراميك، هيبقى الوضع كما هو عليه مهما حليت مهما جملت فيه. فأنا قررت النهاردة إن أنا أدهنه. تمام، دهانات مؤقتة، يعني أنا النهاردة افتكست افتكاسات غريبة، عملت حاجات في الآخر أنا مش راضية عنها. شفت صراحة أكتر من كده أنا مش راضية عنها. ليه؟ لأن أنا عكيت شويتين تلاتة، بس أنا بعمل كده ليه؟ وبعك بضمير مرتاح، أو ضمير مش مرتاح، الضمير ميت بعيد عنكم. ليه طيب؟ علشان أنا عارفة نفسي إن أنا هغير إن شاء الله بإذن الله، طاولة جسرت هيتغير. الشقة عندي مش معمولة دهانات خالص لحد الآن. تمام، معمولة طبقة معجون، لكن دهانات مش معمولة. فأنا مش هروح إن أنا أجازف وأعمل دهانات بنفسي، ومهما عملت عمري ما هطلع زي الصنايعي. كل واحد ليه صناعته طبعا. يعني مش معقول، يعني مش هتجيبوا حد مثلا سباك أو نجار تقول اشتغل يوتيوبرز، صعبة. مش هيعرف هو في المونتاج وفي التصوير وفي الخبايا والسياسات والحاجات اللي كل يوم والتاني تتغير دي. فنفس الموضوع، مش هاجي انا كيوتيوبر اروح انا مثلا اشتغل نجاش، فكل واحد ليه صنعته. تمام، المهم ما علينا من ايديا اللي اتبهدلت دي، بس المهم ان انا قلت اعمل اللي اقدر عليه. فاول حاجه جبت كده اللاكيه غير الدهانات البلاستيك. ده اللاكيه يعني زي اللي احنا زمان كنا نقول عليها دهان زيتي او بويه زيتي. تمام، مش البلاستيك. المهم ان انا زودته كده نفط، ورحت اديت كده بالرولة، اديت وش اولاني علشان اغطي اللون الاخضر بتاع السيراميك. ابو يوسف كان معترض على الفكره، يقول لي السيراميك شكله حلو مع الزرع اللي محطوط شكله حلو، وما تلعبيش فيه ما تبوظوش مش عارفه ايه. بس عايزه اقول لكم ان في الاخر لما شاف الشكل النهائي، لا قال لي قال لي شابو ليكي فعلا دماغك شغاله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله هي نوايا وأنا نيتي خير وعمار، فربنا الحمد لله بيسترها معايا يعني. المهم إن أنا جيت الوش التاني، كلنا اجمعنا في البيت والولاد وانا ان احنا نديها وش ابيض، الحيطه هتبقى لونها ابيض. فبعدين فكرت ان انا في مفاجاه حلوه عاملاها لكم وعاملاها لنفسي، فمش عارفه، حاسه اللون الابيض مش هيبقى حلو، فانا عايزه اكسر اللون الابيض. فرحت حطيت نقطه من اللون الاسود علشان اخلي اللون، عارفين اللون السيلفر، اللون الرمادي الفاتح ده، انا كنت عايزه اللون ده. فالحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد، اللون تجل مني شويه، بدل ما كان يبقى اللون السيلفر الفاتح ده، اللون الرمادي، اللون الجري ده. تمام، المهم كده ان اللون قفل معايا سنة، يعني ده انا كنت عايزة افتح من كده، بس الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد. لعله خير، يمكن ده يطلع احلى مع التصميم اللي انا هعمله مع الحياة اللي انا هعملها. انا عايزه اقول لكم ان في حياة اونلاين طالباها، فاول ما استلمها كده ونبدأ نظبط ونفرش، بصوا لا ان شاء الله هتظبط معايا، انا متفائلة خير. انا في الاول لما كانت مشبحه مني الحيطه اللي هو فيها حته باهته وحته زاهيه، لا قلت انا عكيت، لا ايه اللي عملته ده يا ربي. فالمهم لما بدات ان انا امشي الرولة كده واوزع اللون حلو، لا لقيت الدنيا حلوه ما شاء الله يعني. اشتغل نجاش عادي، اشتغل يوتيوبر ونجاش، يوتيوبر ونجاش عادي، يعني اللي هو اشتغل نجاشه بالنهار وافتح واشتغل يوتيوبر وافتح القناه وكده واصور ومنتج بالليل عادي، مفيش مشكله. كله في سبيل تحسين دخلنا. اللهم صل على سيدنا الحبيب المصطفى. المهم يا جماعه كده، بص شايفين الحركه دي ما عملهاش غير النجاش متمكن في صنعته وعارف يعني يعني هو بيعمل شفت الحركه دي؟ هي دي بالظبط كده اللي ظبطت معايا. المهم اللهم صل على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. دهنت الوش التاني، ده الوش التاني للحيطة. تمام، يعني اديت الابيض واستنيت شوية على بال ما ينشف، يعني استنيت شوية كده حلوين. كنت مشغلة المراوح كده، فالموضوع يعني سلك معايا بسرعة، ما اضطريتش ان انا استنى كام ساعة وكده، لا يعني نص ساعة تلت ساعة بالكتير. لا تلت ساعة نص ساعة بالكتير، فالدنيا ظبطت معايا. المهم ان انا اديت الوش التاني ده، واتفضل معايا لاكيه. يعني انا كنت مفكره والله العظيم ان انا كنت جايبه تقريبا نص كيلو لاكيه، قلت مش هيكفي النص كيلو ده هيعمل فعايزه اقول لكم ان ما شاء الله كفى.
معايا عملت الحيطة كلها زي ما انتوا شايفين كده. طيب ما هو الشباك شاذ في النص كده وشكله مش عاطفي خالص، والباقي الحيطة اللي هي واخدة معجون دي من فوق، فلقيت اللاكيه زايد عندي، فقلت والله لا انا مديه الشباك ايه، الاطار بتاعه دهنه كده. شايفين اصلا يعني انا لسه في البدايه بدي الاطار بس مش الشباك نفسه، بدي الاطار دهنه، وحسيته نطق كده، حسيته اتغير. شايفين اصلا عامل ازاي؟ انا كنت شغاله بالليل هنا يعني، فزي ما انتم شايفين كده الاضاءه ايه، الشباك مضلم، لكن بالنهار لما الشمس بتضرب فيه بينور البيت كله. وانا مش حابه الاضاءه دي، مش حابه ان يبقى مثلا عايزه اعتم الجو فالشباك يدخل لي نور. فكنت بقول لنفسي احط ستار عليه. المهم إيه شفت بيدج كده على الفيس لبنوته من اسيوط عندنا بتعمل شغل هاند ميد، فالمهم ايه عجبني الشغل بتاعها، فكنت هعمل ستاره اللي هي المكرميه. المهم بعد ما شفتها واديتها المقاسات والكلام ده، فبتقول لي الستاره سعرها 900 جنيه. تمام، 900 جنيه الستاره تقريبا كانت 70 في 90، ده لان انا جبتها لها 70 في 90. فقلت لا والله، طب وانا ليه يعني، انا لسه في حاجات طالباها اونلاين لسه استلمها ومبلغ برضو الكلام ده، فخلاص كنسل الموضوع، يعني كنسلت موضوع الستاره ده. فهتصرف لها اكيد يعني، مش هغلب في الموضوع. المهم ان انا عايزه اقول لكم ان انا ايه، دهنت الحيطه كلها، نص كيلو لاكيه دهن لي الحيطه كلها، دهنت الحيطه مش السيراميك بس، ده دهنت الشباك ودهنت الحيطه نفسها اللي هي فوق الشباك. اللهم صل على سيدنا النبي. ايوه كده، كل اللي يدخل يتصدم، ايه ده، ايه اللي عملتيه ده؟ بس حلوة، ده كان رد الفعل يعني. بص كل اللي يدخل هو كده الأول، ايه ده، ايه اللي عملتيه ده؟ لا بس حلوة، فاهمين يعني، اللي هو في الأول خضة بعدين بيطمنوني ان هي حلوة. بدأت كده ان انا الم مكان الحاجات اللي انا استعملتها، رميت كل حاجة طبعا لان خلاص خلصت العلبة بتاعت اللاكيه كلها، والبطرمان اللي كنت حاطة فيه، والجزازة بتاعت النفط اللي انا استعملتها وكانت فضيت، وكنت فرشة كرتونة على السيراميك عشان ايه ما يطبعش معايا او ما ينزلش عليه دهانات وكده. المهم ان انا دهنتها كده، حتى الشباك ما عتقتوش دهنته هو كمان. طبعا مش هقدر ان انا اروح عندها تاني خالص غير بكرة بإذن واحد احد، ربنا ييسر كده واستلم الحاجات اللي انا طالباها، وبعدين نبدأ نشوف هنغير الصالة، هنغير مدخل الشقة ده، هنخليه عامل ازاي. يعني انا متفائلة خير، وانتوا واثقين فيا ولا ايه؟ اكيد كلكم هتقولي ايه العك اللي عكتيه ده، بس انتظروا لما ان شاء الله نغير كده وتشوفوا الشكل النهائي. المهم كده خلصت ودخلت على المطبخ طبعا اشوف يومي واكمل. انا مش حياتي بقى ان انا ايه تجديدات وتغييرات وكده بس، لا، ما انا ام طبعا وعندي ولاد ما شاء الله، فاللي هو عايزين ياكلوا، ما لهمش علاقه انت كنت شغاله ولا مش شغاله، انت كنت فاضيه ولا مش فاضيه، هم ليهم عايزين ياكلوا. فالمهم قلت خلاص يلا كده ادخل على المطبخ اغسل شويه المواعين الصغيرين دول عشان ابدا احضر الاكل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا أنا يعني بصوا عايزة أقول لكم إن أنا باخد بتعليقاتكم فعلا وبستفاد منكم جدا، وإن وجودكم معايا مش مجرد وجود وخلاص إن انتوا تشاهدوا لي الفيديو، لأ، لمساتكم وإضافاتكم اللي بتضيفوها لي من خلال الكومنتات، النصايح، الحاجات اللي بتقولوا لي عليها بتفرق معايا كتير بجد والله العظيم. يعني مش مجرد بس ان انتوا تشاهدوا الفيديو، لا، فما تبخلوش عليا بتعليقاتكم، سواء اذا كان دعاء ليا ربنا يتقبل مني ومنكم يا رب، ولكم بالمثل بكل دعوة بتدعوها لي، سواء اذا كانت نصيحة فانا يعني انا بقبل النصيحة، وربنا يجعلنا يا رب من الناصحين يا رب، اللهم امين. كمان ايه لو كانت دعوة او نصيحة او كانت فكرة، فانا برضو باخد بافكاركم، فانتوا ما تبخلوش عليا، او حتى كلمة حلوة تحفزني وتشجعني وتخليني كده استمر معاكم، فانا محتاجاكم في كل الحالات دي. وانتوا طبعا مش هتبخلوا عليا، ده انتوا يعني سبحان الله هدية ربنا ليا، انت اغلى حاجة في حياتي ربنا يديمكم في حياتي نعمة يا رب. اللهم صل على سيدنا النبي. جبت كده الفرخة، ابو يوسف كان جيب لنا فرخة، فطلعتها من الكيس نضفتها كده وهبدأ ان انا اقطعها. مين فيكم زي كده ما يعرفش يقطع الفراخ غير لوحده؟ يعني في حد زيي ولا انا لوحدي كده ولا ايه؟ بص انا ما بعرفش حد يمسك قصادي وانا بقطع الفراخ، يمكن عشان انا لوحدي فمره على مره اتعودت، ولا هو كده مش عارفه. يعني انا لو في حد معايا دلوقتي استحاله اخلي حد يمسك معايا الفراخ، انا اقطعها لوحدي كده، بص ما تعورش، واقطعها حلو يعني تطلع قطع حلوه ومظبوطه وبسرعه كمان. انما لو معايا حد اقسم بالله لو حد مسك معايا يقطع لحمه او فراخ او اي حاجه من دي،
ما بيفوتش عليا التقطيعة دي غير لما اكون معوره نفسي، والحقيقة ما بتطلعش مظبوطة معايا، وما بعرفش يعني اوزن القطع كده ان انا اظبط قطع حلوة. فمش عارفة انا لوحدي كده ولا في حد زيي يعني، لان انا بشوف في ناس ما تعرفش يعني ما تعرفش تقطع او تعمل حاجه لوحدها. يعني دايما مثلا لما اكون في مكان كده مع قرايبنا سلايفي اخواتي الكلام ده، امسكي قصادي كده عشان اقطع الفرخه، امسكي قصادي عشان اقطع اللحمه، فاهمين؟ انا لا، ما اعرفش حد يمسك قصادي، لازم اعمل كده لوحدي. اللهم صل على سيدنا النبي. الفراخ دي طبعا احنا مشتريينها، فان شاء الله باذن الله ربنا ييسر كده، يا رب يا رب ييسر الامور معايا يا رب، واشتري ايه وابدا اربي دورة فراخ. انا ما بقتنعش بالفراخ بتاعت بره دي، مش عارفه ليه ما بحبهاش. فيا رب كده ييسر الامور كده ان شاء الله، ويجيب دورة فراخ بيضه ونربيها باذن الله مع بعض. طبعا يعني 40 يوم بالظبط ونكون ايه جنينا ثمرة تعبنا، ونروح دابحين فراخنا ومظبطينها ان شاء الله باذن الله تعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شلت الحاجات كلها اللي طلعت من الفراخ، وهغسل الحوض والسكينة والحاجات اللي أنا استعملتها دي عشان المكان يبقى نضيف وريحته حلوة حواليا، وكمان يبقى أول بأول حوضي نضيف. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا بقول لكم إن أنا عندي سبونشتين، ففي واحدة تبقى للحوض وواحدة للمواعين، عشان بس محدش يقول لي إيه السبونشة اللي انتي بتغسلي بيها الكوبايات هي اللي بتغسلي بيها الحوض. فأنا عايزة أطمنكم من ناحية الحتة دي. اللهم صل على سيدنا النبي. طلعت حللي كده اللي انا هستعملها في الاكل النهارده، حطيت ميه تسخن عشان اسلق الفراخ. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. طلعت كده معلقتي وبدات ان انا اعمل طشه. تمام. اللهم صل على سيدنا النبي. حطيت الاول ورق لورا في الميه علشان تبدا ان هي إيه لا اله الا الله، عشان تغلي معايا وكده يعني، واحط الفراخ اسلقها. هنا بعمل الطشه بتاعتي، اللي هو جبت التوم من الفريزر، ورحت اخدت معلقه سمنه والطش ويعني وشغاله بعمل الطشه، زودت لها صلصه. وهنا الفراخ برضو حطيتها في الميه السخنه، وحطيت معاها معلقه صلصه عشان تبقى لونها حلو كده. وطلعت كيس ملوخيه خضراء، تقريبا ده اخر كيس، او في كيس تاني تقريبا كده من الملوخيه اللي انا مخزناها. طلعت الكيس عشان اعمل ملوخيه خضراء. استسهال على فكره، اللي انا فيه ده اسمه استسهال واستهبال في نفس الوقت. عارفين ليه؟ لان انا مفرزه الملوخيه، المفروض ان انا استعملها في الشتاء لما ميبقاش فيه ملوخيه خضراء في السوق. فانا بستهبل ورحت استعملتها كلها، وبستسهل في نفس الوقت ان انا اجيب ملوخيه خضراء واجرطفها واخرطها وبطلع اللي في الفريزر. مش مشكله. يلا بألف هنا وشفا. عملت الصلصه بتاعت البطاطس، هنا بقشر بطاطس وبقطعها، والفراخ اصلا لسه ما غلتش. شوفوا يعني ازاي اللي هو في الانجاز كده، على بال ما الفراخ تغلي وتستوي اكون انا الصلصه اتسبكت والبتاعه دي اسمها الملوخيه فكت معايا، فالاكل يخلص بسرعه. النهارده كده نعمل بطاطس مطبوخه. يعني انا عندي سيف يحبها، يحب البطاطس، يعني يقول يا ماما لو تطبخ لنا كل يوم بطاطس مع الاكل مفيش مشكله فيه. فالنهارده عملتها مخصوص عشان سيف. اللهم صل على سيدنا الحبيب المصطفى. قلبت البطاطس مع الدمعة دي. تمام. لسه طبعا مش هزودها خالص، لسه الفراخ ما غليتش اصلا، فهزود بعد ما تغلي معايا. بس انا حطيت كده في الحلة الملوخية الخضراء عشان تفك براحتها، معلقتين صلصة معاها، واسيبها تفك مع نفسها كده. والبطاطس ما كنتش ولعت عليها النار، بس كنت زودتها كده للصلصة بعد ما اتسبكت. يعني انا عندي كده الطبيخ بتاعي كله واقف على على الشوربة، على الفراخ تغلي معايا كده واخد منها الشوربة بتاعتها. هنا كمان عشان افضي الرخامة كده اول باول، جبت الطاسة الصغيرة دي وحطيت السمنة وحطيت معلقة توم، وحطيت نص معلقة توم مع الملوخية الخضراء، توم ني كده. تمام. المهم هنا عندي خلاص الفراخ استوت وطفيت عليها. الفراخ اصلا ما بتاخدش وقت. زودت كده البطاطس، وزودت كمان اللهم صل على سيدنا النبي الملوخية. وكده كنت يعني طبعا خلاص خلصت اكلي خلص، والحمد لله بمنتهى السهوله. الفراخ اصلا ما بتغيبش في السوا، والطبخ اصلا سهل يعني. يعني انت عارفين تطبخي اسهل مليون مره من ان انت تعملي اكل شعبي، او تمشي نفسك اللي هو تعملي مثلا تحمري بطاطس وتعملي جبنه ولانشون وتعملي سلطه ومش عارفه حتى الاكله دي انا بحس الطبخ اسهل وخطواته سهله ومعروفه. زودت هنا شطه على الطبختين، وزودت الملح كمان.
بس كده يعني ايه خلاص انجزت وخلصت. بزود كده الملوخيه واظبط لها القوام بتاعها وبغطي عليهم وهبدأ ان انا اولع النار واخليهم يستووا، يعني البطاطس تكمل سوا والملوخيه كمان كانت ايه يعني فكت معايا واديها غلوه. بصوا كده اللهم صل على سيدنا النبي، شايفين البطاطس عامله ازاي؟ ما شاء الله كده بتبقبق كده وبتغلي على فكره البطاطس من الاكلات الشتويه الحلوه اللي هي مطبوخه دي، يعني في الشتا كده اي حاجه فيها صلصه وفيها تسبيكه حلوه بتدفي. اللهم صل على سيدنا الحبيب المصطفى. طش كده الملوخيه والبطاطس معايا استوت. برضه هوريكم البطاطس عامله ازاي، زبده بصوا مش مستحمله اصلا، اللي هو يعني بحط فيها الملعقه بتتعامل معايا بتتقطع معايا بكل سهوله. والفراخ بس تتحمر وكده اكون خلصت ايه الاكل بتاعنا النهارده. يعني انا كده وفيت وكفيت وكفيت ووفيت العكس وعملت كل حاجه، دهان ودهنت وتنظيف ونضفت مكاني واكل وعملت. بس كده عايزين مني حاجه تاني ولا خلاص؟ اللهم صل على سيدنا النبي، ربنا يحفظهم لي يا رب. وطبعا تعب الدنيا كله يهون عليهم ومعاهم وليهم، يعني انا لو بتعب في يومي وفي شغلي وفي كده فعشان خاطرهم، فربنا يرضيني فيهم يا رب. خلاص خلصنا كده طشينا. طبعا انا ايه حطيت شوية ملوخية كده في الطاسة الصغيرة اللي انا طشيت فيها تصبيرة تصبيرة على بال ما احمر الفراخ وعلى بال ما اجهز الدنيا دي كلها. لمين؟ لرودي. هنا كنت خلصت فغرفت كده سريعا الملوخية وشوربة و... والفراخ حمرتها بسيط، يعني اكل بسيط خالص ما فيهوش افتكاسات ولا اي حاجه، ولا حتى عملتش رز ولا اي حاجه، عملت الاكله الخفيفه السريعه دي لان كان الوقت اتاخر والولاد كانوا عايزين ياكلوا عشان يناموا. وكده اكون خلصت فيديو النهارده، اشوفكم على خير.